كيفاه جاتني السيارة هذه تسلا الكهربائية وراح توصلني الحافلة باطل. هذا جسر أورليون، واحد من أقدم وأجمل الجسور في كيبيك، مكان ما شاء الله. صباح الخير يا جماعة، اليوم نط بكري، الدنيا مازالها ساكتة والبرد قارس شوية، راني نستنى في السيارة اللي تديني الحافلة. الانطلاقة راح تكون من مونتريال نحو واحد من أروع الشلالات في كندا، وهما شلالات مونت مورسي. ومن بعد نقول لكم كيفاه جاتني السيارة هذه تسلا الكهربائية وراح توصلني الحافلة باطل. Ça va bien? Ça va bien. Ça va très bien. Le temps c'est le temps. An hour from here To Quebec City? Yeah. Around 3. William. هنا رانا نتفاهموا على البروغرام تاع الرحلة، منين تبدا وين تخلص، وين الجهة اللي نتلاقاو فيه باش يرجعني للفندق. This evening the bus will return around 8 p.m. 8 o'clock p.m. So I will wait you by the bus, then take you back to your hotel. وهذه هي الحافلة اللي راح تدينا لشلالات مونت مورسي. Montmorency waterfall, the highest waterfall in Quebec. وهذا الجيد اللي راح يعطينا معلومات في الطريق على شلالات نيو مورسي. كنقول لكم كيف جات عندي السيارة تسلا الكهربائية وداتني الحافلة بلا ما دفعت ولا دولار. هذه الرحلة حجزتها وانا هنا في كندا. الوقت اللي تدفع إلكترونيا من الموقع راح يعطيك واحد الخيارات اللي بزاف ما ينتبهوا لهمش. الخيار الأول هو الخيار البديهي اللي الناس كامل تعرفه، واللي هو راح يعطيك موقع الحافلة اللي راح تديك للشلالات هذو. الخيار الثاني في الموقع هذا هو اللي خيرته، اللي راح تجيك السيارة وتهزك من المكان اللي راك فيه، بصح لازم ما يفوتش بالتقريب وسط المدينة، واحد 5-7 كيلو بالتقريب. ولازماتك تتوله بلي ميساج اللي يجيوك، لأنه راح يقعدوا يتواصلوا معك عبر الواتساب في 3 أيام الأخيرة للرحلة حتى الصباحية تاع يوم الرحلة، وراح يرجعوك ثاني في نهاية الجولة وين كنت. شخصيا عجبتني بزاف الفكرة، أول مرة نجربها. وهذه هي الستيشن اللي راح نحبسوا فيها نديروا قهوة، تقريبا جات في منتصف الطريق. شوف بسم الله ما شاء الله. Et de nos jours, seulement 30% de la population à Nouveau-Brunswick vit avec le الطريق هذا اللي رانا فيه اللي يربط بين مدينة مونتريال وكيباك راهو حوالي 250 كيلومتر، وهو نفسه اللي راح يدينا للشلالات. الخطرة كي نلحقوا الشلال راح تقعدنا يا ربي واحد 10 دقائق باش نلحقوا مدينة كيباك، وأغلب الناس يحكموا الطريق السريع هذا رقم 20. وهذا بون دو كيباك ولا جسر كيباك، هو واحد من أقدم وأضخم الجسور في كندا. راهو جسر تاريخي من نوع الكانتيفيلر يقع في، وهذا الجسر يقطع نهر سان لوران ويربط بين مدينة كيباك وليفي. Si vous êtes en étudiant en programme ingénierie dans l'université canadienne. هنا راهو يقول باش تروح من كيباك لموريال الكروازير لازماتك يومين على نهر سان لوران هذا. بون دو ليل دوريون. هنا رانا تقريبا لحقنا لمدينة كيباك. هذا جسر أورليون، واحد من أقدم وأجمل الجسور في كيباك، يربط بين المدينة وبالجزيرة المعروفة بطبيعتها الخلابة وتاريخها العريق. شوفوا يا جماعة، اليوم رانا في واحد من أخطر وأجمل الأماكن في كيباك، شلالات نيو مورنسي. الشلالات هذه راهي أعلى حتى من باش تكون على بالك من شلالات نياجارا.
الماء يهبط بقوة، الصوت يعمر المكان والإحساس يخطف الأنفاس. مكان ما شاء الله. أول ما توصل راح تحس روحك صغير قدام قوة الطبيعة وعظمة الخالق. يا سبحان الله. كاين جسور معلقة، مسارات تمشي فيهم بين الغابة، تطلع تشوف الشلالات حتى من فوق، كل زاوية أحلى من الأخرى. في الصيف المكان هذا مليان بالحياة والخضورية، في الشتاء الشلال يتجمد يولي منظر أسطوري. كيشعرك في فيلم خيالي. مونت مورسي هذه ماهيش غير شلالات، هاي تجربة مغامرة وراحة نفسية في نفس الوقت. شوف ذاك المنظر ما شاء الله، ما قوس قزح. ودوكا نروحو نديرو شوية رياضة في شلالات مونت مورسي. هي ماهيش غير سلالم عادية، راهم تجربة بحد ذاتها. أكثر من 400 درجة تهبط وتطلع بهم بجنب الشلال مباشرة. السلالم هذو يطلبوا شوية لياقة، بصح متعة كبيرة، وكل درجة تقربك أكثر للطبيعة وتخليك تعيش اللحظة تاع الصح. شوف هنا ذاك المنظر، وكل ما تطلع شوية تلقى منصة تقعد تتفرج مع الشلال هذا، تستمتع بهذه اللحظة اللي ما تتعودش. تخيل وانت طالع ولا هابط السلالم هذه، الرذاذ تاع الماء يضرب لك في وجهك والصوت يدوي، تحس روحك داخل الشلال ماشي غير تشوف فيه. شلالات مونت مورسي من الطريق حتى السلالم تجربة ما تتنساش. تشوف فيها قوة الطبيعة، مناظر الخرافية، وكل درجة تطلعها وتهبطها تخليك تحس بقيمة اللحظة. تتعب شوية بصح المتعة أكبر، وتخرج من المكان وانت راضي مرتاح مشحون بالطاقة الإيجابية. مونت مورسي مش غير شلال، راهي ذكرى تبقى في البال. How's everything today? هنا كيما قلت لكم في البداية تاع الرحلة، كيما هزوني من الفندق، هنا كي لحقنا من الحافلة لقيت السيارة تستنى فيا باش ترجعني للفندق. And that's perfect. Not hot, not cold. It's very nice weather. Great. Yeah. How about the maple leaf? The color has been already changed, or it's in green, or it's already changed to red and yes. Oh no, many colors. colors? Red, yellow, green. Yeah. Okay, great. So you have everything. شوف يا خويا ما شاء الله، عجبني التنظيم تاع الرحلة هذه من الصباح حتى الليل، كلش منظم بالدقيقة والثانية.